اهلا بيكم في اول حلقه من سلسله الرد على اسئله المتابعين. السلسله دي بسيطه، كل حلقه هاخد اكتر الاسئله اللي بتتكرر منكم وهنجاوب عليها بطريقه علميه وسهله من غير لا تعقيد ولا مصطلحات مرعبه. الهدف مش بس نعرف المعلومه لكن كمان نفهمها، لان الطب مش لغز، هو علم بس محتاج يتشرح بطريقه قريبه مننا. وحلقه النهارده مخصوص عن موضوع ناس كتير بيسالوا عليه وهو التقويم. واول سؤال، هل التقويم ده مؤلم ولا لا؟ وبنحرك الاسنان ازاي؟ طب هل فعلا بيغير شكل الوش؟ وبنعمله في سن كام؟ كل دي اسئله جات لي منكم وهنجاوبهم واحد واحد. يلا نبدا. ناس كتير فاكره ان التقويم مجرد شكل تجميلي او موضه، بس الحقيقه ان التقويم مش بس عشان الشكل، ده ليه دور مهم جدا في تصحيح طريقه الاكل والنطق وحتى حمايه الاسنان من التاكل. هل التقويم بيألم؟ هو الحقيقه بيألم، ولكن مش ألم قوي، ألم بسيط جدا. عارف ازاي؟ هات ايدك اليمين واضغط على ايدك الشمال كده من هنا والتكه كده، هو ده الألم حرفيا اللي انت بتبقى حاسه على اسنانك. انت حاسس بضغط بس انت مش حاسس بألم، انت حاسس انت متضايق شويه بس مش حاسس بألم. والموضوع ده بيستمر معاك بالظبط يومين او بالكتير قوي 3 أو 4 ايام، وبعد كده بيختفي تماما. ولما اقول لك 3 أو 4 ايام، فال3 أو 4 ايام دولت بيبقوا موجودين بعد تغيير كل واير في التقويم. يعني مع اول واير هتركبه هتحس بشويه الألم البسيط او الضغط البسيط ده، بعد شهر هتروح للدكتور يشيل الواير القديم ويحط الواير الجديد، الواير ده اللي هو السلك اللي بيبقى ماشي على اسنانك، برضه هتحس بالألم ده لمده يوم او يومين. تالت واير نفس الكلام لحد ما تخلص التقويم بتاعك تماما، ويبقى كده خلصنا تقويم وخلصنا كل حاجه. نيجي بقى للسؤال اللي ناس كتير جدا بتسأله، هل التقويم بيغير فعلا شكل الوش؟ ايوه، التقويم بيغير شكل الوش طبعا، ولكن مش بالشكل او الصوره اللي الناس متخيلها. التغيير دايما بيكون للاحسن. ليه؟ لان الاسنان والفك بياخدوا وضعهم الطبيعي، فده طبعا ممكن يخلي الاسنان والملامح والوش تبان اكثر تناسقا، يعني تحسين طبيعي مش تجميل صناعي. كمان في ناس بتسأل، طب ولو شلت التقويم هل ممكن اسناني ترجع زي الاول؟ وده فعلا ممكن يحصل لو ما استخدمناش الريتينر، واللي هو حاجه صغيره جدا او جهاز صغير كده بنلبسه بعد ما بنخلص التقويم علشان يحافظ على النتيجه اللي احنا وصلنا لها، ويحافظ على الاسنان في المكان الجديد اللي هي بقت فيه، ان الاسنان تفضل في المكان ده العمر كله. هي دي وظيفه الريتينر. طيب هل في سن معين للتقويم؟ مفيش سن معين للتقويم، مفيش سن بيمنع ان احنا نركب التقويم، ولكن في سن بيسهل التقويم. عاده فتره المراهقه هي احسن وقت نركب فيه التقويم. ليه؟ لان العظم لسه مرن، ومع ذلك الكبار برضه يقدروا يعملوا التقويم عادي جدا ويجيب نتائج ممتازه. ناس كتير بتسالني عن انواع التقويم، معدني وشفاف ومتحرك. والمعدني والشفاف دي فصوص بتركب على الاسنان، لكن المتحرك بيكون قوالب شفافه برضه، بس قوالب وبتتلبس على الاسنان، وكل نوع بيبقى ليه مميزاته وسعره المختلف، ولكن النتيجه في الاخر واحده، اسنان متناسقه وصحيحه، والاختيار بيكون حسب الحاله والميزانيه ورغبه الشخص في الشكل اللي هيكون بيه وهو مركب التقويم. ومن الاسئله اللي بحبها، هل التقويم ممكن يسبب رائحة فم كريهة أو تسوس؟ والإجابة إن ده مش بيكون من التقويم نفسه، ولكن من الإهمال في تنظيف الأسنان أثناء تركيب التقويم. التقويم يا جماعة محتاج روتين خاص في الغسيل، ولو التزمنا بيه مش هيكون فيه أي مشاكل أبدا من التقويم. وطبعا في سؤال بيتسأل كل يوم في العيادة، هل في أكل ممنوع أثناء التقويم ولا أكل أي حاجة عادي؟ أيوة طبعا، لازم نبعد عن الحاجات الصلبة زي المكسرات أو الحاجات الاستيكي زي اللبان والمشبك، ومن ضمن الحاجات الناشفة برضو البقسماط والشيبسي. وكل ده ليه؟ لان الحاجات الناشفه دي او الحاجات الاستيكي بتشد جامد زي النوجه مثلا، ودايما بتخلي اللزق بتاع التقويم بتاع الفصوص نفسها يفك، وبالتالي الفص هيقع. وطبعا خلي بالك ان دي حاجات انت اصلا ممكن ما تاكلهاش يعني غير مره ولا مرتين في السنه، لان ليها سيزونز معينه. مولد النبوي مثلا مش لازم يا سيدي تاكل حمصيه وسمسميه وما اعرفش ايه، غير كده انت هتعيش حياتك عادي جدا وهتاكل كل الاكل اللي انت عايزه وما عندكش اي مشكله في اي حاجه. تجنب المولد النبوي وتجنب البقسماط والشيبسي والبيبسي طبعا، لان هو الصودا والبيبسي الحمضيات دي عموما بتدوب برضو اللزق بتاع الفصوص بتاع التقويم، وبالتالي برضو بيقع. اصلا البيبسي ده مضر لاسنانك نفسها، هو بيدوب اسنانك يبقى مش هيدوب اللزق. هي حاجات بسيطه، هي حاجات اصلا بتضر اسنانك نفسها، لكن غير كده انت هتاكل كل اللي انت عايزه عادي، هتعيش حياتك كمان. نيجي بقى للسؤال اللي ناس كتير قوي بتتحرج اصلا تساله، اللي هو التقويم غالي؟ الحقيقه ما نقدرش نقول عليه ان هو رخيص ولا غالي، وده لانه استثمار في صحتك وفي شكل وشك، ده غير ان النتيجه بتفضل معاك سنين طويله جدا، سنين عمرك كلها تقريبا لو انت التزمت بالريتينر. فالقيمه اللي انت هتدفعها دي تستاهل المجهود والتكلفه. لو عندكم اسئله جديده سيبوها لنا في الكومنتس يا عالم، ممكن يكون سؤالك هو موضوع الحلقه اللي جايه. اشوفكم على خير فيديو جديد، متنساش طبعا تعمل لايك وفولو سبسكرايب، واستنونا عشان اللي جاي جديد.